تعالوا بقى في فيديو النهاردة نجمع قشطة وش اللبن ونعملها سمنة بلدي، ومش هنشتريها كمان من بره لانها سهلة ومش بتاخد وقت. وكمان هنشوف كل مراحلها من اول التجميع لحد ما نسيحها. فيلا بينا على الطريقة. اول حاجة كده بكون مجمعة شوية كده من قشطة وش اللبن، باخدها كده بالمصفى ضيقة، وبعدين اجمعها كده في علبة بالشكل ده واعينها في الفريزر. وقت بقى اما اجي اسيحها اجيب طبق او بولة وانزل بقى بكل القشطة اللي معانا كده، وبعدين هبتدي بقى هنا اضربها. هنا في المرحلة دي ممكن نحطها في الخلاط وممكن نستخدم المضرب او ممكن نستخدمها كده ونضربها بايدينا. هنا بقى انا ضربتها كتير وحاولت اسرع في الفيديو لحد كده ما بتخرز وبتنزل كده المية. هبتدي بقى اكورها كده بايدي واجمعها لحد ما ينزل بقى كل السائل اللي جواها. وهنا اول كورة حطيتها كده في مية مثلجة عشان تمسك كده وتبقى ناعمة بالشكل ده زي ما بنجيبها كده من بره. شايفين قد ايه السمنة بتبقى ناعمة؟ هحاول كمان اعمل معاكم كمان كوره. هنا انا جمعتها بايدي برضو، والشكل زي ما انتوا عايزين. انا هنا كورتها برضو حطيتها في المية الساقعة، وبعدين هحطهم كده بالتدريج واحدة واحدة. وده بقى بيكون السائل اللي نازل من القشطة. بنستخدمه جدا وبيبقى حلو جدا المعجنات. هنا بقى رصيت بقى الزبدة اللي طلعت لي، طلعوا 3 كور يعني 4 كور بالشكل ده. وهنا كنت عملت صبع صغير كده من الزبدة عشان استخدمه كده للرز. وهنا بقى طلعت كده الكور بالشكل ده. هبتدي بقى هنا اسيحهم. جبت بقى حلة وحطيت بقى كل الكور اللي معايا اللي انا هبتدي اسيحها، وهبتدي اقلب فيهم لحد كده لما تسيح على النار بالشكل ده. هفضل اقلب فيها وما اسيبش ايدي ابدا منها عشان ما تتحرقش وتفضل ناعمة. وهنا بعد المرحلة دي بتديكي بقى هنا السمنة. هنا بتبدأ في كده وقت الغليان. هبتدي برضو اقلب فيها من وقت للتاني لحد كده اما تفصل معانا المرطة تحت. وهنا في المرحلة دي هضيف بقى رشة كده من الملح صغيرة، وبعدين برضو هفضل اقلب فيها لحد ما تفصل كده والمرطة كده ترقد بالشكل ده وتدينا كده لون ذهبي جميل. هنا هي بتفصل اهي معايا وهتبتدي تلون. هقوم شايلاها على طول عشان ما تتحرقش معايا. وهنا بقى بعد ما سبتها تبرد، شايفين المرطة تحت كده منفصلة عن السمنة وبتبقى لونها بني شوية. وهبتدي بقى اجيب برطمانة اكون معقماه، وجبت بقى مصفى ضيقة وهبتدي بقى اصفي السمنة من المرطة. وهتطلع بالشكل ده. هما طلعوا كمية بسيطة لان القشطة اللي انا كنت مجمعاها شوية يعني مش كتار، وكمان السمنة اللي انت بتبقى عاملاها في البيت بتبقى مضمونة. وهنا بس اللي طلع شوية كده من المرطة يعني قيمة معلقتين. وده صبع الزبدة اللي انا طلعته. ولو الكمية اكبر بقى نعينها كده في الفريزر بالشكل ده ونستخدمها للرز المعمر، تبقى حلوة برضو. وده بقى الخض اللي بيبقى طالع كده من القشطة، او اللي هو السائل اللي بيطلع منها يعني. بنستخدمه للمعجنات وبيبقى حلو جدا. وهنا برضو السمنة بعد ما جمدت كده شوية معانا بتطلع مرملة، وشايفين قد ايه جمالها. وكمان انا كنت عملت معاكم السمنة البلدي برضو في فيديو قبل كده قديم، هتلاقوها على القناة، وطلعت منها كمية كبيرة ما شاء الله. وكمان كنت عملت منها الكحك والحلويات. فما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو ووصلتوا لحد هنا لايك وفولو وشير، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد على خير.